السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم يا أبطال. النهاردة هنحل مع بعض صفحة 17 و18 وصفحة 20 و21 من كتاب المدرسة مادة الدراسات الاجتماعية الصف الخامس. يا ريت يا وطن متنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول هنا في صفحة 17 بيقول لك دلل على صحة العبارة بتتنوع مظاهر السطح في الصحراء الغربية. هتقول له حيث يوجد جبل العوينات، وعندك الهضاب زي هضبة الجلف الكبير، والمنخفضات زي منخفض القطارة، وعندك الواحات والكثبان الرملية. فسر أسباب تركز السكان في منخفض سيوة وندرتهم في منخفض القطارة. هتقول له بسبب وجود المياه الجوفية وقيام حرفة الزراعة والرعي. بسبب وجود المياه الجوفية وقيام حرفة الزراعة والرعي. يلا حبايبي وقف الفيديو، انقل اجاباتك على اقل من مهلك، كمل معايا. طيب هنا يا حبايبي بيقول لك بقى ايه، بيعرفك على الجبال والاوديه الجافه، وبعد كده بيجي لك اسئله في اخر الصفحه 17. بيقول لك هنا وضح اهميه الاوديه الجافه. هتقول تخزين المياه عند حدوث السيول. تخزين المياه عند حدوث السيول. اذكر أهم الموارد التي خلقها الله سبحانه وتعالى بالصحراء الشرقية. انت عندك المعادن وحقول البترول والغاز الطبيعي. المعادن وحقول البترول والغاز الطبيعي. بتوجد شمال الصحراء الشرقية هضبة. هتقول له المعازة. بتوجد شمال الصحراء الشرقية هضبة ايه؟ المعازة. صفحة 17. يلا بينا يا حبايبي على صفحة 18. صفحة 18 يا بطل. بيقول لك هنا عندك سؤال، بيقول لك ارسم هنا، حط صور لأهم مظاهر السطح. فأنا هحط مثلا في سينا، هحط مثلا هات صورة هنا لجبل موسى وحطها هنا، والزقها باللزق أو بالسوليتيب، أي حاجة، أو بالأمير حتى. هنا هتقول له جبل سانت كاترين، هنا هتقول له وادي العريش. تمام يا شباب، دي صفحة 18. نيجي بقى لصفحة صفحة 21. حدد وجه الشبه والمقارنة بين شبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية. بيقول لك هنا الحدود، أنا عندي شبه جزيرة سيناء من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب البحر الأحمر، ومن الشرق خليج العقبة وفلسطين، ومن الغرب خليج السويس. طيب أهم الهضاب بها هتقول له هضبة التيه. أهم الجبال في شبه جزيرة سيناء تقول له جبل موسى وجبل سانت كاترين. اهم مظاهر السطح اللي بتميزها، انت عندك وادي العريش. خلاص يا حبايبي. طب تعالى بقى على الصحراء الغربية. ايه حدودها؟ هتقول له في الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق وادي النيل، ومن الغرب الحدود مع ليبيا، ومن الجنوب الحدود مع السودان. اهم الهضاب في الصحراء الغربية، انت عندك هضبة الجلف الكبير ومرمريكا. هضبة الجلف الكبير ومرمريكا. اهم الجبال جبل العوينات. اهم مظاهر السطح اللي بتميزها، انت عندك الواحات. خلاص يا حبايبي. يلا بينا على سؤال صح وخطأ. بيمتد وادي النيل من حدود مصر الجنوبية حتى مدينة العريش. خطأ. يقع منخفض الفيوم في الصحراء الشرقية قرب نهر النيل. خطأ. تعد هضبة الجلف الكبير أحد مظاهر السطح في الصحراء الغربية. هتقول له صح. تعد الصحراء الشرقية من أغنى مناطق مصر بمعدن الذهب. صح، لأن في منجم السكري. تعتمد الزراعة في الوادي والدلتا على المياه الجوفية. خطأ. أدى تنوع مظاهر سطح مصر لتنوع الأنشطة الاقتصادية. صح. أصغر أقسام سطح الأرض مساحة عندك الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. تكونت جبال البحر الأحمر بفعل الانكسارات. يوجد في شبه جزيرة سيناء جبل سانت كاترين. ما المقصود بالأودية الجافة؟ أودية كانت مملوءة أو كانت تملأها المياه قديما ثم جفت. أودية كانت مملوءة بالمياه قديما ثم جفت، عشان كده سموها أودية جافة. قيام بما تفسر قيام الزراعة في الواحات. تقول لاعتمادها على المياه الجوفية. لاعتمادها على المياه الجوفية. ما العلاقة بين السياحة ومظاهر السطح في مصر؟ هتقول له مناظر طبيعية خلابة، وبتتنوع مظاهر السطح في مصر، وبالتالي بتجذب السياح إليها. العلاقة بين السياح ومظاهر السطح، هتقول له إن مظاهر السطح دي مناظر طبيعية خلابة، وكمان بيها تنوع مظاهر السطح في مصر بيجذب السياح إلينا. وكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. ربنا ينجحكم جميعا. مع السلامة.